أمضت صباح اليوم مسؤولة كل من مديرية النقل والتكوين المهني بولاية خنشة اتفاقيات شراكة خاصة بتوفير اليد العاملة على مستوى محطات السكة الحديدية التي دخلت حيز الخدمة قبل الشهر بإشراف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وقد عملت مديرية التكوين على فتح فروع وتخصصات عديدة في الصيانة والتصليح والمتابعة في مجال السكك الحديدية خلال الدورة التكوينية الجارية 2024-2025 أمام شباب الولاية قصد التكوين والتأهيل والاستفادة من شهادة تكوين تسمح لهم بالولوج لعالم الشغل. التغطية لطارق. في إطار المشروع اللي استفادت منه ولاية خنشلة في مجال السكك الحديدية، احنا متواجدين بمحطة السكك الحديدية خنشلة من أجل إبرام اتفاقية عمل مع مديرية النقل وكذلك مع مسؤولي هذه المحطة من أجل تمكين وتأهيل العنصر البشري في هذا المجال من أجل فتح فروع وتخصصات اللي تخص جانب السكك الحديدية في مجال الصيانة، في مجال المتابعة اليومية، وكثير كذلك من التخصصات اللي احنا يعني كتحضيرات لدورة هذا الدخول القادم دورة أكتوبر 2024 شرعنا في هذه التكوينات الخاصة في مجال السكك الحديدية. من المعروف أن الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية ديما ترافق المتمهنين هنا في مدينة خنشلة أو أي مدن أخرى، فهي تكون اليد العاملة الموجودة محليا حتى نتفادى الامبورطاسيون، وحنا نستوردوا مادة يد عاملة من بلاصة خلاف وتسقى من غالية. وزيدوا بليس السكة الحديدية راهي رايحة تنتشر هنا في الشرق الجزائري كامل، محتاجة كل سواعد الوطن صغير أو كبير، لأن الجيل هذا راح هو اللي يقود المشعل في المستقبل إن شاء الله. مع مركز التكوين المهني والتمهين شهيد معمر بوغندورة متوسة ببرمجة عروض تكوين تتماشى وتتوافق مع طموحات المتربصين من جهة وطلبات المحيط الاقتصادي وعالم الشغل من جهة أخرى. في هذا الخصوص تمت برمجة تخصص عن صيانة السكك الحديدية في إطار الاتفاق من جهة مع الشركة المنجزة لخط السكك الحديدية خنشلة عين البيضاء، ومن جهة أخرى مع مصالح مديرية النقل من أجل تكفل الجيد بمتربصي التكوين المهني.